العالم كله حرفيا مقلوب. ولما اقول لك العالم كله مقلوب حرفيا مش بنهزر. العالم مقلوب على تسريبات بجد خطيرة بجد لوثائق إماراتية بتتكلم عن مراسلات متبادلة بين إسرائيل والإمارات. وثائق متبادلة بين إسرائيل والإمارات. تخيل، حوالين التعاون السري ما بينهم مع بعض في أماكن كتيرة جدا من العالم. خد عندك غزة، قطر، إيران، الأمم المتحدة، إفريقيا. لكن الملفت للنظر في الوثائق دي إنها بتكشف إزاي بتتعامل إسرائيل مع الإمارات، وكأن الإمارات دولة تابعة ليها، خدامين عندهم عند الصهاينة، وبتديها أوامر وحرفيا بتذلها، زي ما جاء على لسان المسؤولين الإماراتيين في التقارير الموجهة إلى وحدة المعلومات المركزية، ونشرها موقع اسمه الإمارات ليكس. الدنيا خربانة على ده. ادي حضرات اول خبر اهو، حصري وثيقة تكشف نمط الاملاء والاستعلاء الاسرائيلي في التعامل مع الامارات. تقرير وحدة المعلومات المركزية رقم كذا، حالة التعامل الاسرائيلي خلال عام 24 في الفترة من يناير اكتوبر 24. الوثائق بتكشف احساس اماراتي واضح جدا بالدونية. يعني الوثائق بتكشف ان الاماراتيين عندهم احساس بالدونية، وده مش بعيد عن النظام الاماراتي، لانهم كانوا خدامين عند سلطان عمان. فهم اتنقلوا من سلطان، ما يعرفوش يعيشوا احرار، كانوا خدامين عند سلطنة عمان، السلطان سعيد والناس دي، ودلوقتي بقوا مخدمين عند اسرائيل، وهم بيشتكوا من ده. يعني في لغة غرور، في اوامر اسرائيلية للامارات، في قهر حكام الامارات من التعامل اللي كله اذلال. خلينا نشوف صورتين من التقرير عن التعامل بطريقة الغرور والاوامر من اسرائيل للامارات. ادي الصورتين. سري